أكد نادي ميونخ الألماني اقتراب انتقال النجم السنغالي ساديو ماني إلى نادي النصر السعودي، وذلك بعد أن ذكر سبب غياب ماني عن مواجهة الفريق الودية أمام الفريق الياباني بتغريدة على حسابه في موقع تويتر. وجاء في البيان: ساديو ماني في مباحثات بشأن عقده لاحتمال انتقال قريب، ولذلك هو ليس ضمن تشكيل الفريق اليوم، مع العلم أن ماني انضم إلى ميونخ الألماني في الصيف الماضي من ليفربول، ولكنه لم يقدم الكثير للنادي البافاري. وقال الصحفي فابريزو رومانو أن العالمي سيتعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني من ميونخ الألماني، وبعد موافقة النادي الألماني على انتقال ماني للنصر السعودي يتبقى توقيع العقود وخضوع اللاعب للفحص الطبي، ليكون بالتالي صفقة مهمة أخرى للنادي النصر السعودي هذا الصيف بعد مارسيلو بروزوفيتش وإليكس تيليز. قد يطير الدول السنغالي ساديو ماني جناح ميونخ الألماني خلال الساعات القليلة المقبلة إلى العاصمة الإماراتية دبي، وذلك بعد إنهاء تعاقده مع نادي النصر السعودي. وقد نجحت إدارة النادي النصر السعودي في الحصول على موافقة اللاعب ساديو ماني للانتقال إلى العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأوضحت صحيفة عكاظ السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن إدارة نادي النصر السعودي أنهت صفقة الدول السنغالي ساديو ماني في العاصمة اليابانية طوكيو. وأشارت الصحيفة إلا أن ماني سيتجه إلى دبي لإجراء الفحص الطبي، ومن ثم التوجه إلى الطائف من أجل المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية. يأتي ذلك بعدما قامت إدارة النصر السعودي برفع اسم ساديو ماني ضمن القائمة المشاركة في البطولة العربية.